السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ستو كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب. كل دول متواجدين تحت في التقفيصة بتاعة الوصف. وانا يا جماعه بس حابه اعتذر للناس اللي انا باخر المشاكل بتاعتها، والله غصب عني. بيبقى في مشاكل قديمه او بيبقى في مشكله مثلا عايزه حل بسرعه، فانا بعتذر لكم. والله انا دلوقتي ماشياها بالاقدميه، يعني اللي بيجي والاجدد هو اللي بيستنى للاخر. حقكم عليا كلكم. والله انا لو اقدر اعمل فيديوهين للمشاكل في اليوم بس صعبه شويتين، معلش استحملوني. تعالوا ناخد المشكلة اللي معانا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا ستو، ازيك، عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة يا رب، وكل مشاهدينك بخير. انا عايزة اخد رأيكم في حاجة بس بالله عليكم تردوا عليا. انا يا ستو كنت متجوزة وعايشة انا وجوزي في بيت كبير، والحمد لله البيت بتاعنا كان دورين، وكان كل حلمي انا وجوزي ان احنا نبني فيه لكل حد من عيالنا شقة. انا عندي بنتين وولد وحيد، قلنا هنبني ادوار للعيال ونعيشهم معانا، لكن كان المرض بقى اقوى مني انا وجوزي اتوفى والحمد لله، وساب لي البيت اللي هو دورين ده. جه بقى لما الولاد كبروا وخلاص كل واحد عايز يتجوز، قلت هبيع البيت علشان اجوز الولاد. ابني كان لسه في اولى جامعة، وطبعا ما كانش هينفع نبيع علشان خاطر هو لسه صغير وكده. اول لما وصل السن وكان ينفع ان انا ابيع البيت، بعت البيت وجوزت البنتين وشلت له فلوس تكفيه. كانت وقتها تجيب شقة مستريح، لكن لما جه يتجوز كانت الفلوس طبعا قليلة، ومن هنا لهنا ما قدرناش نجيب له شقة تمليك، وجبنا له شقة قانون قديم. عايزة اقول لك على حاجة، ان انا ما قسمتش الفلوس ما بينهم بالعدل، بالعكس اديت له هو اكبر من نصيب اخواته البنات، وهم كان في حاجات كتيرة قوي احنا كنا شاريينها انا وابوهم في الجهاز، فقلت هو اللي بيجهز ولسه قدامه وقت طويل علشان يتجوز. المهم علشان ما اطولش عليكم، جه ابني اتخرج واشتغل واتجوز، وجبنا له شقة زي ما قلت لك قانون قديم. طبعا اهل مراته كانوا رافضين وقالوا ازاي هتعيش في قانون قديم والكلام ده كله، مع ان اخواته البنات عايشين في قانون قديم. وانا ساعتها قلت لهم معلش، ولو الظروف اتحسنت نبقى نجيب شقة تمليك ان شاء الله. انا بقى يا ست وعايشة في شقة تمليك، لما بعنا وكل واحد خد نصيبه انا خدت فلوس اكتر شوية وجبت بيها شقة تمليك علشان انا مضمنش الزمن ومضمنش حاجة. جه شوية شوية عدى من جواز ابني سنتين 3، لقيت مراته بتتكلم كده وبتلمح تقولي انت يا طنط بطولك عايشة في شقة قانون تمليك واحنا عايشين في شقة قانون. قلت لها ضحكت وقلت لها ربنا يزيدكم يا رب. قالت لي والله ده انا حاسة بعدم استقرار، وبقول لفلان اللي هو ابنها يعني انا حاسه اني مش عايزه اخلف تاني علشان حاسه ان احنا عايشين متهددين في البيت. مع العلم يا ستو ان هما الشقه بتاعتهم العقد 59 سنه، يعني مش متهددين ولا حاجه، ومعهمش غير ابن واحد بس. المهم قلت لها يا ستي ربنا يديكوا وتعملوا احسن من اللي عندي 100 مره. لقيت انها كل لما بتيجي بتتكلم وبتلمح في موضوع الشقه ده، لحد لما في مرة لقيتها بتقولي طيب بقولك ايه، ما نيجي نعيش معاكي يا ستي ونبيع الشقة بتاعتنا وانتي خدي الفلوس بتاعتها وكأنك مأجرة لنا. انا ضحكت وفكرت الموضوع هزار. بعد كده لقيتها هي وابني جايين بيعرضوا عليا نفس الفكرة، ان هم ييجوا ويجيبوا العفش بتاعهم ويبيعوا شقتهم علشان خاطر هو عايز يعمل مشروع ويقعدوا معايا. انا قلت له انت عارف ان اخواتك بييجوا ورايحين جايين، بس طبعا مش مشكلة انت تيجي يا حبيبي وتنور. وانا كنت اتفرجت على مشكلة عندك قبل كده لما الولاد اخدوا الشقة بتاعت امهم وباعوها، وبعد كده عملوا مشروع وكانوا بيطردوها. فالمهم انا كنت قلقانة من الموضوع ده، وقلت له طيب تمام تعالوا اقعدوا معايا بس بلاش موضوع بيع شقتك ده. المهم قالوا لي ماشي، وعرفت بعدها ان هم باعوا الشقة. هم قاعدين معايا اهو بقالهم يجي
سنة وأقل شوية. عايزة أقولك مطلعة عينيا فيهم، بتتكلم عليا من ورايا ومن قدامي وهي بتتكلم في التليفون وتتأفف مني، ومش بعيد كمان يعني في يوم ألاقيها بتمد إيديها عليا، لدرجة في مرة كانت بتتكلم في التليفون مع حد من قرايبها، وباين كان بيقول لها لحسن حماتك تسمع. قالت لهم ما تسمع ولا قرف، ده أنا زهقت من العيشة دي، كان فين عقلي وأنا بقول له تعالى نقعد معاها، وكان صوتها عالي وكأنها مقصدة إن هي تسمعني. أنا زعلت جدا واتضايقت وشلت في نفسي، بس قلت معلش يعني كله علشان خاطر ابني. لكن بقى من ساعة رمضان وأنا شايلة المر منها، شتيمة وبهدلة وقلة أدب، ولما أقول لها يا بنتي وطي صوتك تزعق فيا. ولما في مرة اشتكيت لابني قال لي معلش يا ماما انت بس تلاقيكي جاية عليها، انت بس تلاقيكي مش مستحملاها. قلت له يا ابني هو أنا هتبلى عليها؟ دي أسلوبها زي الزفت، انت ما بتشوفش هي بتعمل ايه؟ يقول لي معلش استحمليها. واللي زاد بقى وغطى كمان يا ستو ان هي في الفترة الاخيرة احنا كنا متفقين هي هتعمل الاكل يوم وانا يوم، تيجي في اليوم اللي هي عليها الدور تعمل الاكل تقول لي انا مش هعمل حاجة، واحنا مش عايزين نطفح كده باللفظ، احنا مش عايزين نطفح، هنجيب اي حاجة من بره، شوفي انت عايزة تاكلي ايه. اقول لها طيب ربنا يهديكي انا هقوم اعمل كل ده، وانا مش عايزه اعمل مشاكل علشان خاطر ابني، ومش عايزه احط في نفسي في مقارنات معاها، وان هو مثلا يقول لي اصل انت بتيجي عليها والكلام ده كله. بس انا فعلا مش طايقه العيشه ومش طايقه اللي هي بتعمله، صوت عالي في الراحه وفي الجايه، شتيمه، حتى بناتي منعوا نفسهم ان هم يجوا لانها كانت بتضايقهم جدا بتصرفاتها. كل ده واخوهم شايف. والله العظيم يا ستو انا مش بتبلى عليها، وعارفه ان انت دايما بتيجي على الحما. لا والله العظيم انا بعرض اي حاجه بتجيلي زي ما بتيجي، والطرف الغلطان بقول غلطان، انا ما باجيش على حد. ما انا امي حما، وانا في يوم من الايام هبقى حما، بس انا دايما يعني معلش ما تزعليش مني، الاغلب الغالب بشوف ان الحما شويه بتبقى جايه على مرات الابن، بس بصراحه في الجيل اللي طالع ربنا يعيننا. يلا خلينا نكمل. انا ما بقتش مستحمله العيشه دي وعايزه اقول له يمشوا، بس انا عارفه ان الفلوس بتاعته كلها في المشروع، لدرجه بقى ان اخر حاجه حصلت خناقه كبيره كانت في العيد الاضحى، اتخانقت معايا وزعقت علشان بقول لها انا البنات هيجوا عندي اول يوم العيد، لو انت هتبقي متضايقه من وجودهم روحي عند مامتك، علشان هي كانت لمحت ان هي مش بتحب الدوشه وان هي مش بتحب لعب العيال مع بعض. طبعا ناس هتقول لي انت قليلة الذوق في الكلمة دي، لكن هي قالتها لي صريحة، انا مش بطيء الصراحة الدوشة بتاعة العيال والتجمع اللي بتعملوه، لما يكونوا كلهم جايين قولوا لي وانا هاخد الولاد واروح عند ماما. وانا قلت لها زي ما انت ما قلتي، انت قلتي قولي لي اروح عند مامتي، وانا بقول لك ان ولادي هيجوا لي اول يوم العيد. قعدت تزعق وتتخانق وتحاسبن عليا، وللاسف يا ست ودعت عليا. ولما قلت لابني ان هي دعت عليا قال لي يعني هي شيخه والدعاء بتاعها هيتقبل؟ انا حسيت ان جالي شلل. قلت له هو ده اللي همك ان هي مش شيخه وان هي دعت على امك ده عادي؟ قعد يقول لي انت وبناتك بتعملوا حوارات على الفاضي. انا يا ستي خلاص هسيب لك البيت وهمشي. ودلوقتي هم قاعدين في أوضة وأنا قاعدة في باقي الشقة، بيخرجوا على الحمام ويبعتوا يجيبوا أكل وأنا قاعدة ومحدش حتى بيعزم عليا. أنا مش عايزة منهم حاجة وأنا بعمل أكلي وباكل، بس ما تبقوش بالبجاحة دي قاعدين في بيتي وانتوا مش طايقيني. أنا مش مستحملة الأسلوب بتاعهم وعايزة بصراحة أقول لهم يقوموا يمشوا. هتقولوا لي انت ست قلبك جامد، بس أنا أقسم بالله ما حكيت لك نقطة في بحر اللي بيعملوه فيا، شتيمة وبهدلة وقلة أدب، وكل ده قدام عين ابني اللي شايف وعامل نفسه مش شايف. بالله عليكم تقولوا لي أعمل إيه؟ أنا مش طايقاهم ومش عايزاهم في البيت، وبعد إذنكم محدش يزعل ولا يدعي على ابني علشان برضو دي حاجة هتضايقني. شكرا يا ستو على الإطالة، وتسلمي وتصبحوا على خير. ده ايه المر ده ايه العيال اللي طالعه دي الجميله دي؟ يعني انت عادي تدعي على امك وتشتم امك انا ما شفتلكش اي اكشن صراحه. لا انت حقك مش عايزاهم في البيت، حقك عنده بيت ويروح بقى يشوف بقى مشروعه ولا يعمل اللي هو عايزه، ده براحته يعني. لا انا مش فاهمه فيه ايه.
حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت تروح تاخد في بشقتك تعمل مشروع، وتروح تكتم على نفس الست ويا ريته عاجب. انت تقومي جايبه حد مثلا من اهلكوا كبير، عمه، اخواتك، اي حد يكون كده يجوا. انت يا ابني في ايه؟ انت عايش مع امك وبتبهدلوها وبتشتموها ليه؟ خلاص روح على شقتك، ولا يعني بشوف مشروعك ده تخلصه وتروح تجيب شقه تانية، وسيبوا الست تعيش في شقتها براحتها. تمليك مش تمليك، دي شقتها. يعني مش عارفه حاسه ان اي حلول انا هبقى قاسيه. يعني انت كأم مش هتقدري تعمليها، وانا بتكلم في الكلام اللي هو زي ما بقول لك ايه، في الهوا كلام كده طاير. يعني يقول لك مثلا روحي قولوا له انا امشي انت ومراتك وانا هقعد، راح اقعد عند حد من اخواتك وعايزه اقفل الشقه. لا طبعا، انتوا مش اعداء، ده ابنك. مش عارفه، بيبقى في مشاكل كده بعض الاوقات بحس ان انا مش قادره اقول فيها رأي، علشان دي حاجات بتبقى بطبيعة العلاقة. يعني انت شايفه هو معاكي كويس مثلا، وليه حركات كده في النص، نصكم. انت شايفه ان هو لا ماشي واخد صف مراته على طول، انت برضه هتقدري تحددي مش عارفه يعني، مش عارفه. وزي ما انا ما قلت لك ما بيني وما بينك ان مش عارفه اديكي راي، مش عارفه اديكي راي، علشان انا ما اقدرش اتحمل ان انا اقول لك لا امشيهم من البيت. مش قادره مثلا ان انا اقول لك لا تعالي على نفسك. ما هو ما حدش بقى يجي على حد علشان خاطر حد، وما هو ما قدرش يحافظ على كرامتك قدام مراته، وسابها تشتمك وسابها تدعي عليك وسابها وكذا وكذا فمش عارفه. طيب يا جماعه، هسيب لكم انتوا كمان يمكن يكون عندكم حل انا مش شايفاه، وسيبوا لها ارائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم، واشوفكم بكره باذن الله في يوم جديد ومشكله جديده. وافتح قلبك مع سته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.